جعفر الصادق قضى بسم الغدور، وقلب كل شيعي عليه صاير جمور، لكن تشيع بكل هيبة وقدور، وشقوا الجسم الإمام أفضل قبور. من ظل يا شاعر؟ قال بس ابو السجاد ظل بلا ستر، وزينب الحرة خذوها لليسر. عظم الله أجورنا وأجوركم يا شيعة يا موالين. إني أتمثل إمامنا الصادق، وقد جرت علي تلك المصائب. أوقفه المنصور 7 مرات يريد قتل الإمام، ومرة كتب إلى عامله في المدينة يأمره بإحراق دار الإمام الصادق، فأضرمت النار في صحن الدار، فتخطى الإمام الصادق عليها وهو يقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله، أنا ابن إسماعيل ذبيح الله، إلى أن أطفأها بقدمه فاجتمعت إليه الناس فبكى الإمام، فقالوا: يا ابن رسول الله أتبكي من هذه النار؟ قال لهم الإمام: أتظنون أن هذه النار هي التي أبكتني؟ قالوا: أجل يا ابن رسول الله. قال لهم: لما أضرمت النار في صحن الدار رأيت طفل لي وقد اصطكت أسنانها واصفر وجهها وهي ترتعش كالسعف إذ يلاعب الريح، أجلستها في حجري ذكرتني حال عماتي وأخواتي، وحائرات وحائرات أطار القوم أعينها، رعبا غدات عليها خدرها هجموا، كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموا، فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبأ وليس لها من فيه تعتصم. تقول له: جيت بحزني يا شيخ الطائفة. زينب تروح للحسين تقول له: أنت شيخ